مع بعض كشري اصفر بطريقه ماما. اول حاجه بنحط شويه ميه في الحله كده وبنغطيها ونسيبها لحد ما تغلي. وهنا كده بعد ما نقيت الرز هضيف شويه عدس بالحب كده يا جماعه، من غير اي مقادير، زي ما ماما بتعمل انا هعمل بالظبط. يا رب يطلع حلو ان شاء الله. بس كده عشان ماما مش بتحب تحط له عدس كتير، فحطيتهم على بعض وهغسلهم دلوقتي. غسلته اهو. تعالوا نشوف الميه غلت ولا لسه. الميه غلت. هضيف شويه زيت وشويه ملح كده. ودلوقتي بقى اضيف الرز والعدس بتوعتي على الميه. بس كده هي الميه كانت زياده فانا خدت منها كبشتين، وهسيبها بقى تستوي براحتها. ودلوقتي بقى بعد ما شربت الميه بتاعتها هوطي على الاخر خالص واسيبها لحد ما تستوي، كاني بعمل رز يا جماعه عادي جدا. ده ان انا استويت. مين معايا هنا في المطبخ؟ معايا روني ومعايا لولو. اهو يا جماعه بعد ما استوى ووديت له تقليبه كده وخلاص هطفي عليه. احنا بقى ايه، بنغرفها في صينيه كبيره وبناكل كلنا مع بعض. صح يا لولو؟ ادي يا جماعه الكشري الاصفر، هو كشري اسكندراني احنا بنقول عليه في الصعيد كشري اصفر، وبناكل جنبه بصل اخضر او بصل عادي بدل البيض. طبعا كل واحد براحته جدا، وانا عملته معاكم باكتر من طريقه على حسب يعني كل واحد بيعمله. عملته معاكم بس. ومفلفل يا جماعه وجميل قوي. ودي طريقه ماما في الكشري الاصفر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مع السلامه.